مع اي شخص يضع مشاكل في التعاقد مع رشيد جابر بالوقت الآني. من غير المعقول مدرب بعد ما جاي واني انتقده وانتقد التعاقد معاه، والرجل ما يعرف، والرجل المشكله اغلب المدربين الاجانب ما يعرفون البيئه وجو اشتغلوا بالعراق. بموضوع رشيد جابر، بعيدا انه هو صديق مقرب الي، هذا الرجل استاذ هشام، هاي نقطه مهمه يمكن الجمهور العراقي ما يعرفها. جيل عماد الحوسني وخليفه عايل ومحمد ربيع بخليجي 2000، خليجي 15 2001 او قبل ما تشال، هو نقلهم للاولمبي وجابوا للمنتخب الاول. هذا الجيل هو جيل رشيد جابر. زين. ونجح نجاح كبير مع اجى انتقل بالانديه. بس اسمح لي، نعم بس اسمح لي، اجى انتقل بالانديه بكل الانديه اللي اشتغل بها، يحصل على بطوله الدوري ويحصل على بطوله الكاس، وحقق بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اول مره في تاريخ الكره العمانيه مع نادي السيب. هو كان مدرب. اجى الفتره الاخيره مع المنتخب الوطني العماني، في بعض من يشكل المنتخب غير جيد، هو استلم منتخب في مشاكل عده، اعتزال محمد المسلمي، اعتزال عبد العزيز المقبالي، اغلب لاعبيهم 34 35 سنه. اجى الرجل حقق وصافه الخليج ونافس في تصفيات كاس العالم منافسه ممتازه وجاب المنتخب بالملحق. وبالتالي هذا الرجل وجهه نظر شخصيه بعيدا عن قربي اليه، هذا الرجل يستحق يدرب احسن. تسمح لي دقيقه؟ يعني انت كل الارقام اللي ذكرتها برشيد جابر في بيئه مستقره جدا، في بيئه مساعده على العمل. انا اشكلت على ظروف البيئه اللي يعيش بها نادي القوه الجويه. هل تسمح لمدرب خلص طول عمره يعمل في بيئه مستقره جدا؟ انت تعرف ظروف، انت عايش بعمان وتعرف الظروف بعمان، البيئه مستقره جدا وما بيها ذيك الضغوطات العاليه جدا مثل ما موجود بالقوه الجويه. الان فريق من التراب، ماكو فريق، ماكو ملعب، ماكو نادي، ماكو فلوس. انا اشوف بس انه انا اشكالي استاذ كابتن دار بس خليني اكمل لك الفكره. اشكالي على الظروف اللي راح يعمل بها رشيد جابر، ظروف غير صحيه ما تساعد اي مدرب، حتى على المدرب المحلي ما راح تساعده. من هاي الناحيه احنا متفقين انه هو راح يجي بظروف مختلفه 100%، لكن هو رجل استحقاقه يدرب فريق على شاكله القوه الجويه. مو بهاي الظروف. اما هذا الموضوع اللي ذكرته كابتن ظروف يدرب القوه الجويه في ظروف القوه الجويه، في ظروف تليق بالقوه. بس اعطيني فرصه. كمل يا كابتن ابراز، اعطيني فرصه خليني اوضح الفكره يا ابو. اسف جدا. انا اقول اذا بهيك وضعيه اي مدرب بعد ما يجي الجويه، اذا احنا نشكل وضع اداري صعب، يعني بعد ما راح يتعاقدون مع اي مدرب ما يجي. هذا الموضوع كابتن رشيد متكلم مع رئيس نادي القوه الجويه في هذا الموضوع. انا صار اكد لك قبل شويه شنو اللي دار بين شنو هذا الكلام؟ الأسعار ترتفع والضغط على العائلات يزداد. جهاز توفير الكهرباء يقدم حلا عمليا لتقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%. بتركيب بسيط وسريع يبدأ الجهاز بتنظيم التيار وتخفيف الحمل دون التأثير على أداء الأجهزة. آلاف المستخدمين أكدوا انخفاض الفاتورة من الشهر الأول، لا إعدادات، لا تعقيد. الجهاز يناسب البيوت، المكاتب وحتى المحلات الصغيرة. في زمن التوفير هذا الجهاز مش رفاهية، هذا ضرورة. ابدأ اليوم وخلي كهربائك تشتغل لمصلحتك. هذا الجهاز ينقص عليك فاتورة الكهرباء من 1000 ريال إلى 500 ريال فقط. أنت تشبك الجهاز في أي فيش، يفضل في نص البيت عشان يستوعب. وبعدها يا إخوان بعد 30 يوم بالضبط ما راح يبين معك ولا شيء غير. بعد 30 يوم راح تنزل لك الفاتوره، بدل ما هي 1000 ريال راح تطلع لك تقريبا 300 ريال، بدل ما هي 2000 راح تطلع لك 450 500. كيف بيشتغل؟ بيعمل على إزالة الكهرباء الغير مستعملة واللي بتضيع في الأسلاك الكهربائية، وبكده راح توفر على نفسك 40% من فاتورتك الكهربائية. تركيبه سهل جدا، توصله بالكهرباء هو راح يبدأ في التوفير تلقائيا. آلاف العائلات يستعملونه عبر العالم، جربوا انت برضو وابدأ في توفير نقودك كل شهر. التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام. استاذ هشام، يعني الكابتن رشيد يعني
هاي المواضيع، هاي التساؤلات اللي ذكرها كابتن نبراس متكلم بها كابتن رشيد، ويعرف انه كيف تكون الوضعيه، كيف يكون الدعم، كيف يكون التعاقد مع اللاعبين، كيف يكون يعني هو الرجل ذاك قال انا بدون ادوات مو اني اي مدرب صعب ينجح. فاحنا متفقين. الموضوع مشكله القوه الجويه مو مشكله بمدرب او تعاقد مع الكابتن رشيد جابر، مشكله القوه الجويه وكابتن هشام انا وياك متواصلين، مشكله اداريه بحته. خلال السنوات الماضيه اسال انا كابتن نبراس كم مدرب على مستوى عالي مسك القوه الجويه وايضا كانت هناك اشكاليه وما نجح. اذا كانوا الاخوان بالاداره اداره القوه الجويه يريدون الفريق هاي السنه يدخل منافسه، عليهم دعم كابتن رشيد، دعم كبير، ما بالكلام ولا بالانشاء، ولا يطلع واحد بلقاء تلفزيوني ويقول احنا داعمين المدرب، لا، دعم كابتن رشيد بالافعال، بالتعاقدات مع لاعبين محليين على مستوى عالي، حال الزوراء، حال القرمه. سؤال، انت قريب من كابتن رشيد، تفضل. هل ترى انه استلام رشيد جابر مغامره كبيره جدا بتاريخه واسمه للقوى الجويه؟ انا مغامره لو مو مغامره؟ مهمه صعبه، لكن هذا مغامره كبيره جدا. وسام رزق كابتن وسام رزق اجى بظروف احسن من هاي الظروف بألف مره. حبيبي بألف مره، كان اكو استقرار اداري، كان اكو هيكله فريق، جابوا له صفقات، وكان الفريق داخل سوق الانتقالات، وما طول 3-4 لعبات ما طول. لان ضغط الجمهور ماكو اداره بالقوه الجويه تقدر توقف امام سوء النتائج وغضب الجمهور. خليني اجاوبك. تمام. نعم كابتن. خليني اوصل لك كابتن، خليني اوصل لك الفكره يا اخوي. انا احكي لك موقف صار مع كابتن رشيد مع نادي السويق، وتعرف هذا من اي نوعيه من المدربين. استلم السويق، نادي السويق، وكان متصدر الدوري، باقي 4 مباريات، هو متصدر بعيد. الاداره اشكاليه معاه، الاداره عملت اشكاليه معاه في موضوع وما عملوا اللي راده، قال لهم مع السلامه، ترك الفريق. استلم ابراهيم صومار، استلم وراه، اخذ الدوري، كان متصدر بعيد. هذا الرجل من هاي الطينه من المدربين، من هاي الطينه شخصيه قويه جدا، وبالتالي ما صايره. نعم، هذا من هاي النوعيه وهذا ما يقلل من قيمته، هو كل شيء مثالي وما يصبر وخلاص ما راح يطول. هذا على هذا الموقف اللي حكيته، هذا الموقف يثبت لك انه رشيد جابر ما يقدر يكمل مع القوه الجويه بشكل طويل، لان راح يشوف مطبات. يا حبيبي كابتن نبراس، لا اوقف استاذ هشام. نعم استاذ هشام، هذا كلام خطير كابتن. انا كلامي واضح، انا بدي احكي لك على شخصيته، يعني هو شخصيه قويه، يريد امور بالعكس هو يشتغل مع ملاعبين شباب، هو يكون، اسمعني حبيبي، اجيال خرج للكره العمانيه، هو يشتغل، هو ما يبرر، هو مو مدرب يعني يخاف ولا قلق ولا يبرر الفشل، لا، هو رجل يواجه. بس كابتن هذه المواقف هذه المواقف اللي ذكرتها وهذه الشخصيه، نبراس قال لك في بيئه، الان البيئه مختلفه تماما. هسه انت رجل عشت حياتك تشجع نادي القوه الجويه، تعرف كل شيء في داخل نادي القوه الجويه، اكو صعوبه، اكو ضغط كبير. يعني الموضوع قال لك على سبيل المثال اجى وسام رزق، كل شيء وفروا له، حتى خياراته هو اختار، الرجل ما تحمل، خلاص قال له انتهت القصه وياك الله وياك. فالقصد احيانا البيئه يعني استاذ ابو حسن، بلش اي مدرب، البيئه مهما كان المدرب اسم كبير قوي، استاذ ابو حسن البيئه اللي جاي عليها صعبه جدا. نعم كابتن. استاذ ابو حسن، من عدم الانصاف انه انا اقارن، مع كل احترامي وتقديري لكابتن وسام رزق، لكن من غير الانصاف انه نقول وسام رزق ونقارنه مع الكابتن رشيد. اي فعلا انا هذا الرجل صار له 35 سنه. نعم، هذا الرجل صار له 35 سنه يقود فرق ومنتخبات، والكابتن وسام رزق ما جاء اول واكو موضوع اخر كابتن، اكو موضوع اخر يجب ان تؤخذ، اكو موضوع اخر بنظره الاحترام. من الخطا ايضا ان تحكم او نقيم مدرب قبل ان يبدا. بصراحه مرات صح اكو اشياء واقع لازم نتكلم. لا اكو اشياء واقع، هاي البيئه كذا، نوعيه اللاعبين المتوفره واللي صار استقطابهم الان اشكل عليهم نبراس، ملاعبين اللي ممكن يودوك لدوري، صح؟ فلازم تتوقع هذه الاشياء. رشيد بعد شو راح حاسبه؟ زين، هو شنو دوره باختيار اللاعبين؟ انت قريب عنه، منو اللي من خياراته؟ لا اسمعني حبيبي استاذ هشام، انا يعني قلت لك صار عندي بيني كلام، هو ينتظر تعاقدات، يعني هو ايضا موضوع اللاعبين الاجانب
كان يبحث عن لاعبين اجانب، ويعني حسب ما وقت الكلام يعني انا ما اعرف الان هو يمكن اجى وصل بغداد بعد ما وصل لا حد يوصل الان هو بصدد البحث عن لاعبين اجانب. الى الان هو ما واصل للاجانب اللي هو يريدهم، هو كمدرب يريدهم. يعني افهم من كلامك انه يعول على المحترفين. نعم، يعول على المحترفين، وايضا يعول مساعده الاداره باستقطابات بعض اللاعبين المميزين. هذا فريق القوه الجويه، هذا فريق تاريخ، يعني فريق القوه الجويه اي لاعب يعني شرف له يمثل فريق القوه الجويه، وبالتالي ممكن حتى في الفتره الاخيره ممكن يستخدمون لاعبين دوليين، لاعبين معروفين، ونتمنى ذلك حتى تكون المنافسه يعني متساويه بين الفرق. يعني من غير المعقول القرمه وزاخو والشرطه والزوراء لاعبين مميزين واجانب على مستوى عالي، وفريق القوه الجويه في هكذا حال. اي طبعا. بالتالي كل ما تعاقدوا مع لاعبين اجانب جيدين مع نعم حتى تكون المنافسه عادله، حتى يكون يعني نعم. طيب شكرا.